حكايتنا النهارده عن مارلين مونرو اللي في الاصل كان اسمها نور ماشين. البنت دي اتولدت في لوس انجلوس يوم 1 يونيو سنه 1926. طفوله مارلين كانت حكايه تانية خالص، كانت بتعاني من الفقر والاهمال، وامها كانت مريضه نفسيا وعندها انفصام في الشخصيه. وكانت مارلين بتتنقل بين الملاجئ والاسر المختلفه، واسره منهم اتعرضت للتحرش الجنسي، وده ساب اثر وحش قوي في نفسها. فعشان تهرب من القرف ده كله اتجوزت وهي عندها 16 سنه من جارها جيمس دوهرتي سنه 1942. بس الجوازة دي ما طولتش، قعدت 4 سنين بس عشان عروض التصوير بدأت تكتر وجوزها ما استحملش الوضع ده. وفي سنة 1944 مارلين كانت شغالة في مصنع طائرات اسمه راديو بلان في كاليفورنيا، كانت جزء من المجهود الحربي بتاع الحرب العالمية التانية. البنت اللي كانت عندها 18 سنة وقتها كانت وظيفتها إن هي تفحص الطائرات وتدهنها، خصوصا طراز OQ 3 اللي كانت بتستخدم كأهداف تدريب للحرب. وفي يوم جه المصنع مصور عسكري اسمه ديفيد كونوفر من مجلة يام عشان يصور مجهود الستات في المصانع وقت الحرب. عينه ما وقعتش غير على مارلين وجمالها خطف انتباهه، وصورها كذا صورة ونشرهم في المجلة. كونوفر ده ما سابش الفرصة وشجعها ان هو ضروري تخش عالم الموضة والازياء، وفعلا ابتدت تشتغل في وكالة بلو بوك للعارضات، ومن هنا ابتدت حكايتها في التصوير والتمثيل، وغيرت اسمها من نور ماجين لمارلين مونرو. وقعت أول عقد سينمائي سنة 1946 مع استوديو فوكس، والتوقيع ده كان نقطة تحول كبيرة في حياتها. ووقعت العقد ده باسمها الحقيقي نور ماجين في أغسطس 1946، وده كان بعد ما اكتشفها المدير التنفيذي لشركة فوكس بن ليون لما شاف صورها كعارضة أزياء وقرر يقابلها. شروط العقد الأول كان إن هي تاخد $75 في الأسبوع بس، واللي بيعادله النهاردة $1000. وأهم شرط من شركة فوكس إن هي تغير اسمها لمارلين مونرو، مارلين عشان اسم نجمة برودواي، ومونرو عشان اسم عيلة أمها. وأول تجربة تمثيل ليها قدام الكاميرا كانت تحت إشراف بن ليون. في الأول أدوارها كانت صغيرة أوي، يدوبك خلفية في مشهد أو مشاهد صمت، زي فيلم سكرومي جامب سنة 1947 حرفيا ظهرت فيه من غير ما تتكلم ولا كلمة، كانت مجرد جرسونة في بار. عشان كده قرر استوديو فوكس ما يجددش العقد معاها، لأن هي ما لفتتش انتباه أي منتج. بس مارلين ما استسلمتش، بعد ما فسخت العقد اشتغلت في عرض الأزياء وخدت كورس تمثيل في مختبر الممثلين. وفي سنة 1948 وقعت عقد مع كولومبيا بيكتشر، واتشهرت حرفيا يا دوبك بعد 6 شهور بس بعد نجاحها في أفلام Everything About Eve سنة 1950. قرر استوديو فوكس يتعاقد معها تاني بعد انتهائها مع كولومبيا بيكتشر سنة 1951، بس المرة دي بصفقة أكبر بكتير. الأجر الأسبوعي بقى $500 ومع ضمانات فنية في مشاركات أكتر من المرة الأولى. وهنا جينا بقى للحظة اللي قلبت الموازين. في إبريل 1952 في مجلة لايف اتسألت مارلين مونرو من المذيعة سؤال بسيط، سألتها وقالت لها بتلبسي قبل ما تنامي؟ ردت عليها برد بسيط جدا، أنا ما بلبسش أي حاجة غير إن أنا أرش من عطر شانيل. الكلمة دي ما كانوش متفقين عليها، ولا مارلين كان واخدة إعلان أو فلوس عليه، دي كانت إجابة عفوية جدا. Well, just an example, what do you wear to bed? You wear a pajama top, the bottoms of the pajamas are a nightgown, or so I say Chanel number 5. Because it's the truth. لكن الجملة دي لوحدها رفعت أسهم شركة شانيل 30%. عشان تتخيل حجم الزيادة دي، إزازة شانيل دي اتحولت لأكثر إزازة برفان مبيعا في العالم سنة 1955، والمقولة دي فضل تأثيرها مستمر 70 سنة كاملة لحد يومنا ده. عطر شانيل سنويا لحد النهاردة بيحقق $100 مليون في أمريكا بس. ومع إن مارلين ما كانتش الوجه الإعلاني بتاع شانيل، بس كانت بتعشق البرفان ده لأنه كان حرفيا بيوصفها، عشان لو بصيت على تركيبته هتلاقيه مكون من مكونين اللاديهات والياسمين. نقاد العطور وصفوا العطر ده إن هو بيديك إحساس بست شيك لابسة فستان ناعم ريحتها ورد كأنها لسه خارجة من الشاور. ولو بصيت للتحليل ده حرفيا كأنهم بيوصفوا مارلين مونرو بالظبط. شانيل استغلت الموضوع ده بأكبر شكل ممكن، وربطت اسم مارلين مونرو بإزازة البرفان في الستينات. عملوا حملة إعلانية كاملة على بوسترات في الشوارع كاتبين عليها عايزة تعرفي مارلين مونرو لابسة إيه وهي نايمة على السرير. ورجعوا عملوا حملة دعائية جديدة سنة 2012 بعنوان مارلين نمرة 5، ولأن نمرة 5 ديت بتبقى دايما مكتوبة على الإزازة، ده اسم العطر أساسا. واللقاء ده فيه تسجيلات نادرة وهي مارلين بتتكلم عن البرفان. So I said Chanel number 5, because it's the truth. And yet I don't want to say nude, you know, but it's the truth. والموضوع ده يخليك تستغرب، لأن سنة 2021 برفان شانيل ده شكل 40% من مبيعات شانيل كلها. عشان تفهم الرقم ده، شانيل حققت مبيعات ب$15 مليار فاصل 65 مليون دولار، و40% من الرقم ده بيساوي 6 مليار فاصل 26. لو مستهون بالكسر ده، الكسر ده بيساوي 260 مليون دولار. انت متخيل الرقم؟ يعني كل الفلوس دي في السنة بيخرجوا للشركة دي بسبب منتج واحد.
ولحد النهارده شركة شانيل بتستخدم مارلين مونرو كوجه إعلاني ليها. الدرس المستفاد من حكاية شانيل دي، أنت مش محتاج غير إنك تقدم أحسن ما عندك وعوائده هترجع لك، بس الدرس ما وقفش لحد هنا. شانيل لعبتها صح أوي وعرفتك إزاي تستغل الفرص بأحسن شكل ممكن، الشكل يخليك تكسب مليارات. وعلى قد مارلين ما كانت نجمة ورمز للجمال، على قد ما حياتها الشخصية كانت مليانة وجع وفشل عاطفي. اتجوزت نجم البيسبول جودي ماجيو سنة 1954، بس طلقها بعد 9 شهور بسبب مضايقته من مشهد رفع الفستان الشهير. بعد كده اتجوزت الكاتب المسرحي أرثر ميلر، بس طلقها بسبب كثرة الإيجادات. وكمان كان ليها علاقة غامضة بالرئيس جون كينيدي، وغنت له في يوم عيد ميلاده هابي بيرثداي مستر بريزيدنت. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. سنة 1962 قبل ما تموت بكام أسبوع، ناس كتير بتعتقد إن علاقتها بيه وبأخوه روبرت كينيدي كانت ورا نظرية اغتيالها. وفي 5 أغسطس سنة 1962 لقوا جثة مارلين مونرو ميتة في بيتها في لوس أنجلوس بسبب جرعة زايدة من المنوم. في تقرير الطب الشرعي حالتها اتوصفت بالانتحار، ولكن في مصادر تانية بتقول إن هي بقالت 40 برشام، مع إن الشرطة لما فتشت في الأوضة ما لقيتش حتى كوباية مية. فمنين بقالت 40 برشامة ومنين حتى مفيش كوباية مية؟ إزاي هتبلعها أصلا؟ هنا بقى طلعت نظريات المؤامرة اللي حيرت العالم كله. في السبعينيات بدأت إشاعات تطلع تقول إن روبرت كينيدي كان على علاقة بمارلين، وممكن يكون هو السبب في موتها عشان كانت بتهدده بسيدات خطيرة ليه هو وأخوه. وكان في مكالمة بينها وبين جون كينيدي ليلة موتها، وكانت الناس بتقول إنها تهديد. الكاتب الوثائقي أنتوني سامرز اتكلم عن إن الجرعة الزايدة دي مترتبة من عيلة كينيدي عشان يتم اغتيالها. يوم 4 أغسطس سنة 1962 مارلين قعدت في البيت طول اليوم، وكان معاها في أوقات مختلفة كذا شخص زي باتريشيا نيوكامب، ودي كانت مسؤولة العلاقات العامة بتاعتها. دي بعد موتها وفي سنة 1969 ساعدت روبرت كينيدي في حملاته السياسية. وفي نفس الوقت في مصادر تانية بتقول إن روبرت كينيدي كان جه زارها بعد بارتيشن. ويونس موراي اللي شغالة عند مارلين شخصية غامضة في القصة، لأنها كانت عايشة مع مارلين في البيت وموجودة ليلة الحادثة. ولما اكتشف إن مارلين ماتت هي اللي بلغت، ورنت على دكتورها النفساني رالف جينسون اللي راح لقى باب وشباك الأوضة كانوا مقفولين. وده اللي كتر الشكوك أكتر، إزاي واحد يسممها أو يختلها وشباك وباب الأوضة مقفولين؟ خرج إزاي؟ في النهاية مارلين أي نعم كانت تبان جميلة، والكل كان نفسه يكون مراته عاملة زي مارلين مونرو، بس محدش يعرف الجانب التاني من حياتها اللي كان مليان صدمات وعايشة في اكتئاب، وكانت بتاخد له مهدئات بسبب شعور عدم الأمان اللي اتربت عليه. وحتى نهايتها مفيش حد لحد دلوقتي عارف مارلين ماتت ولا انتحرت، وده فضل لغز لحد دلوقتي محدش عارف ايه إجابته.